ضمن مباريات الدوري الاسباني للموسم 25 26 نسخه رقم 95 للليغا الاسبانيه، وضمن مباريات الجوله الخامسه مع البدايه ادي امامنا اول هدف المبكر قد يفتح الابواب لمزيد، وبعدها خرج وكان امام حتى نهايه الشهر، يعني منذ عوده الدوري لعب او هيلعب الوصول. عدى بويدو تصريحه كان مستفز شويه لما قال لك لازم يكون معانا حارس في ركلات الجزاء اللي بياخدها لاعبي ريال مدريد وبيسجلوا من خلالها اهداف، ومره ثانيه ادي خافوا بويدو، واللي كان لعب ترينت الكسندر ارنولد وهاوسن، وكان 10 لقاءات انتهوا بفوز فريق نادي طبعا المتفوق في اخر 10 لقاءات فوزا في هذا الملعب هو طبعا ريال مدريد كل لقاءات هذا الموسم. تشواميني فاول ياخذ فلت طبعا الدوري الابطال، وكان سجل كمان هدفين في مرمى باتشوكا ودورتموند في كاس العالم. هو الحل التسديد البعيد المره دي عملها البرازيلي، عملها ميليتاو، يطلق صاروخ ارض جو ميليتاو. هي دي الحلول ميليتاو في الدقيقه 22 عشان يتقدم ريال مدريد باول اوعى وشك في اللقطه. كوره رايحه في المقص حلوه بص فاجئ الجميع، قدر ميليتاو يفاجئ الجميع بهدف جميل من مسافه بعيده، ما يقدرش ماركو ديمتروفيتش يعمل لها حاجه لان فاجئه كوره مفاجاه. بص كله التحضير اهو بيحضر وبعدين بقى ايه من 35 يارده يطلق صاروخ ارض جو في المقص اليمين عشان تسكن شباك الكره بكعبه حلوه قوي اكسبوزيتو، وقدر ميليتاو المره دي بقى مبابي قد يكون هدف ثاني كارفاخال، ولكن مره ثانيه كارفاخال مره عدى يا ولد عدى، ده غير اللقاءات الدوليه. مره ثانيه فينيسيوس حلو المرور، لكن اللمسه الاخيره ادي فينيسيوس امامنا اهو. كارينكو ماستانتونو ركله ركنيه هيلعبها الارجنتيني بقدمه اليسرى، عنده 3 لقاءات دوليه. ماستانتونو يلعبها على القائم مع شفاء روديجر، الامور هتبقى مختلفه، شفاء المصابين وانذار اول في الجانب اليمين الى كارفاخال حاول يلم حلوه قوي يا ولد بالكعب، جميله تمريره حلوه. مبابي يطمع وحقك تطمع المره دي الكره، لكن في الشباك من الخارج. كيليان مبابي امامنا حاطط كره قويه، لكن بص كارفاخال 33 سنه مع تقدم كابريرا وتقدم كذلك ايضا كاليرو. كابريرا جاب الموسم الماضي الاورجواياني جاب 4 اهداف في الدوري، الفريق الاسبانيول في الدوري الموسم الماضي. مره ثانيه هنا اكسبوزيتو الكره العطا يا ولد على التمريره حلوه كرة واحدة تكفي من فينيسيوس الأول. قدر ميليتاو اللي مرر أمامنا هنا كرة لمبابي، التحول السريع فينيسيوس ظهر في اللحظات الأخيرة ليؤكد أنه يستطيع أن يصنع الكثير والفارق. مبابي الله تسديد الحل، تسديد البعيد، قال لك أنا كمان وليه لا. 5 أهداف لكيليان مبابي امامنا هو النجم الفرنسي اللي بيسجل حضور ولا اروع في الدقيقه الثانيه، تسديده صاروخيه 5 اهدافه في هذا الموسم على مستوى الدوري الفرنسي. يسجل كيليان مبابي والحارس ماركو ديمتروفيتش لم يحرك ساكن للكره. بص الكره سرعه التحول قيمه كبيره قوي الحقيقه، عملت امامنا هو فينيسيوس هو اللي مرر، بص خد 3 معاه وراحت لمبابي، خد قرار حلو قوي يا ولد يا لعيب في الضيقه كله يتوقع البعيده. بص ديمتروفيتش لمبابي عالمي ماستانتونو حلوه امام قيرات الكازاخستاني ان شاء الله في ثاني لقاءاته في دوري الابطال. ركنيه هنا على القائم الاول، محدش جاله لكن كارير ديل هيطلع خروج امامنا هنا، خروج جونسالو جارسيا. عيني على الانطلاقه مبابي السرعه، مبابي الكره الثانيه فينيسيوس مش معقول يا حظ، فرصه ب3 أرواح، مبابي مرتين وفينيسيوس في القائم مش هنقول 2% يعني في التسديده. كان كارفاخال مبابي وعملها الحقيقه لمبابي واحده من الكرات كمان يستقبل اكتر، ودي واحده حلوه بيقول لك
لعيبه في الجيل ده يا كابتن بعد سنتين المفروض يخرج منهم يمين لمال اللي عنده 17 سنه، يخرج منهم ساكا اللي عنده 18 سنه، يخرج منهم في برشلونه بدري وجافي، يعني بعد سنتين بس. بخلاف ان عندنا لاعب بيبقى عنده 24 سنه بيقولوا عليه ناشئ، يعني ده موضوع برضه. بس انا بتكلم انه ولما بيتسالوا بيقولوا احنا بقى لنا سنوات بنلعب، بقى عندنا خبره، بقى عندنا تجارب، عدينا بمراحل مهمه، فتلاقيه بيلعب فيرست تيم وعنده 16 17 سنه. هو ده اللي بدأ كوره صح وتأسس صح. كرة القدم ممكن تبدأها وانت عندك 5 سنين. لو انت عندك الموهبة الربانية 5 سنين 6 سنين بتبدأ تلعب كورة. مدرب البراعم المفروض يبقى افضل مدرب في النادي مش العكس، لانه بيتعاملوا انه اللاعب اللي لسه مبطل امبارح هو اللي ممكن يجدع، ده اسف في اللفظ، بيضرب عيال صغيره يعني، فبيتعاملوا معاه بهذا المنطق. برضه من الاخطاء اللي موجوده عندنا في كرة القدم ان المدرب اللي لسه ناشئ وما عندوش اي خبرات بيشتغل في البراعم ويشتغل في مدرسه الكوره. في مدرسه الكوره على فكره قبل البراعم، قبل المرحله دي حاجه مهمه جدا برضه طبعا، لان هي التاسيس كله في المرحله دي. هي دي الاساس اللي احنا بنختار منه البراعم. هو ده المفروض. الانديه الكبيره كلها كده، مدرسه الكوره او اكاديميه الكوره بتاعت النادي هي دي. اول ما نبدا نكون فريق براعم بنختار لعيبه من مدرسه الكوره نشتغل عليها. مش عايز اقول لك انه في مدير فني لمنتخب مصر في وقت من الاوقات، مش هقول بقى هو مين يعني، كان بيقول انه لاعبتنا الاساسيين مفتقدين للتاسيس، بيلعبوا فيرست تيم منتخب مصر، مش بيتكلم على لعيبه براعم ولا ما تاسسوش. ودي حاجه مهمه جدا في كره القدم، ان انت تشتغل على الاساس، تاسس الولد من صغره على مبادئ كره القدم الصح. هي دي اهم نقطه في كره القدم، ودي اللي بنفتقدها. لان زي ما حضرتك قلت ان اي حد بيبطل بيروح يشتغل مدرب في البراعم، يشتغل في مدرسه الكوره، وده اكبر غلط عندنا. لان المفروض الخبره هي اللي بتاسس اللعيبه دي. لكن احنا عندنا برضو دي في مصر كله بيجري على فريق اول عشان طبعا الاضواء والشهره والمال والحاجات دي. فطبعا ما حدش بيفكر واغلب الانديه. وبعدين نكتشف ان عندنا فجوات، نكتشف ان عندنا في جيلين غايبين مش موجودين كبيره جدا. يعني الا من رحم ربي بقى. مثلا اعوذ بالله من كلمه، انا عندي ابني لاعب كوره فانا اعرف اشتغل على الحاجات دي. لكن اللي ما عندوش او ما ولي الامر اللي ما يعرفش في الكوره ما بيأسسش. بتتعامل معاهم ازاي بقى؟ ما هو ده جزء مهم. هل بتنقل لهم التجربه كامله ولا بتخليهم معاك اون تراك موجودين وفاهمين بس هم مش مدربين ولا متخصصين، فيجب ان يقتنعوا بطريقتك وباسلوبك ويبقوا قريبين مش بعيد عشان يقدروا يبقوا حلقه وصل بينك وبين الولاد؟ دي نقطه مهمه جدا، التعامل مع ولي امر اللاعب. دي اصعب، يمكن اهم من اللاعب، اصعب نقطه في مرحله البراعم.